السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد واكلة جديدة. النهارده نعمل ايه؟ نعمل رنجة دي. ومعانا ايه؟ كمبواية كده، فلفل الوان وده نص رنجة، وبطيخة طبعا وحلوة وتقيلة. وايه كمبواية سردين، جبنا ربع سردين عشان خاطر ايه؟ نختم بقى شعبان بقى ايه بأكلة بقى رنجة. كنت عاملة معاها فسيخ، قلتلي رنجة ما صويتهاش معاكي ليه؟ عملنا فسيخ بس ما جبتش رنجة ليه؟ قلت رنجة، قلت اوريها لكم برضك ايه في فيديو تاني لوحده. دي صيادين، وطبعا الصيادين ايه قلت خليه كده على جنب. اعمله برضك اهو، مقطعاه فصصاه. ودي ايه قلت اوريها لكم وانا بعمله. بس خلصت الطبق الصيادين ده، وده ربع كيلو صيادين. ماشي. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. دوس لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، يجيلك اشعار على طول بيه. ده كان بواقي فلفل الوان معايا، احمر واصفر واخضر. قلت ايه اقطعهم مع سلطة الرنجة دي، ونعملها مع بعض كده ايه تفتح النفس مع الاولاد، يشوفوا الحاجات كده الوان من كده قدامهم، تبقى ايه حاجة حلوة وجميلة. ونصلي على سيدنا محمد كده ونذكر ربنا كتير ونقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ده كان عندي طبعا قرن فلفل كده ايه كوبي باقي. قلت كده اقطعه ونشوف كده مع بعض ايه هنعمله مع بعض ايه. كنت جايبه لي الحشو المحشي، بس ايه ده اللي اتفضل مني، قلت مش مشكله. ده ايه الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر. ماشي. صلى على النبي. كده ايه نص رنجة. هنجيب الطاسه دي طبعا عندي ايه طبعا متبهدله معايا، بس بشغل نفسي بيها، ويعني ايه وشغاله يعني ايه تسعفني، ما بقولش عليها لا، بشغلها يعني الصراحه. ودي طاسه بطاطس شغاله فيها بيضك، وانا كنت هاكل فسيخ، وانا كنت عاملاه ازاي ومقطعاه ازاي. عملت لكم ده فيديو لوحده وده فيديو لوحده. انا عايز اشوف الفسيخ يرجع لايه الفيديوهات، هيلاقيه ورا الفيديو اللي قبل ده على طول. ماشي. انا بس هشوحها ايه تشويحه صغيره، هخليها بس ايه تفرقع جلدها بس ايه وتتشوح كده وتاخد تشويحه حلوه كده على النار. طبعا كنت ماسكه موبايل بايدين وماسكه الطاسه بايد، هتلاقوا ايه التصوير مهزوز، مش هتلاقوا على الستاند ايه تلاقي ايدي مهزوزه كده. بسم الله ما شاء الله. بس بشوحها بس كده على النار، تاخد بس تشويحه حلوه عشان ايه ما تبقاش نية كده ايه، وتحس ان هي لحمها ني. في ناس تاكلها كده على طول عند الراجل على طول، لكن انا لا، ايه بحب اشوحها على النار. يقولك بتحدق وبتعمل، والله ايه انا واحد حسب ذوقه. ماشي. طبعا انا بقلبها وانا ماسكاها، عشان ماسكه الطاسه بايدي وماسكه موبايل بايدي، وطاسه البطاطس على النار شغاله ايه والدنيا حلوه. نسمي الله ونقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ونقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا كل سنه وانتم طيبين. فاضل يومين على رمضان، بكره تلات عيد الام، وخلاص بقى يوم الاربع السحور باذن الله. بكره هتبان الرؤيه، وان شاء الله يوم الاربع هيطلع السحور. ادي كده الصيادين اللي فصصته خلصته، وجاي الطماطم وقطعت الفلفل الالوان والاصفر والاحمر والاخضر، وجبت طماطميتين مش هنكتر، طماطميتين كده هنقطعهم. شايفين كده، نقطع الطماطم من غير مية كتير، متكونش فيها مية، بشيل البذر منها، او حتى البذرة دي الطماطم دي كانت ناشفة معايا، ما كانش فيها مية كتير. اقطعها طماطمتين صغيرين، ما اقطعش الطماطم عشان خاطر ايه الرنجة متبقاش ايه صيصة معاكي، تبقى فيها مية كتير متبقاش حلوة. لما تكون الرنجة اللحم فيها اكتر من الطماطم تبقى احسن. وعندك بدك بصلاية، قطعي بصل وحطي فيها، عشان بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لازم تقولي بسم الله ما شاء الله على اي حاجة عندك بتعمليها، حتى لو تعملي طبق فول، حاجة ما تسمي الله عليها تطرح فيها البركة. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي ايه طماطم قطعناها، وقطعنا فلفل، وقطعنا ايه فلفل الوان، عملنا بطاطس
وقطعنا الصيادين وفصصناه كده ايه، وشلت منه الجلد والشوك وخلصته كله. اغسل ايدي بس الاول وارجع امسك ايه الرنجة تاني زي ما انتم شايفين كده. هو فيديو النهارده سهل وبسيط، يعني مش محتاج اي افتكاسات ولا اي تعب ولا اي مجهود، يعني ايه اكلة سريعة وبسيطة تنجز معاك اليوم. نقطع بس البصلاية ديت على ايه شرايح كده. انا طبعا الخامة عندي نضيفة وغسلها وبغسل كل حاجة عشان عارفة ان انا ممكن في اي وقت ايه اعمل الاكل على الرخامة. ده بصلاية هقطعها بس شرايح كده على الرخامة. الرخامة يا جماعة نضيفة مش موسخة ولا مبهدلة زي ما انتم شايفين كده. هنقطع نقلب السلطة دي كلها، شايفين منظرها شكلها يفتح النفس ازاي. وهنمسك بقى رنجة هنفصصها بقى من قلبها كله. نجيب بقى رنجة حلوة دي كده، نطلع بقى لحمها كده ايه ونحطه كده في الطبق. وبطروخة ما شاء الله حلو ومرمل، شايفين البطروخ قد ايه، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ده فصين بطروخ، فصين بطروخ. بس تجيب تشيل الشوك، اهم حاجة الشوك، اهم حاجة تشيل الشوك الرنجة. انا مرة دخل في زوري شوكة قعدت يومين بصوت بسبب شوك الرنجة ده. رحت للدكتور وعمل لي كاميرا، دخل لي كاميرا في زوري وقعد يعمل لي بنج، وكانت حوارات، وبدك ابني بدك اتبهدل بسبب الشوك الرنجة ده. بناكلها ايه بشوك كبير كده وشوك صغير بيبقى زي حرف التمانية كده بيبقى جوه اللحم، يخش الزور يا اما يجرح لك زورك ويعورك، يا اما ايه بيخش يقف ورا اللسان كده، معرفش ايه لغاية ما يخش ورا اللسان كده، يعني حتى مش باينة. يعني انت مثلا ممكن تفتحي بقك كده وتطلعيها، لا ربنا يسترها ايه. وخلي بالنا من الشوك بالذات، يعني يبان ان الشوك طري معاها ومش ناشف ولا الكلام ده، لكن لما تاكليه في اللقمة بيقف في زورك. ربنا يكونها شوية ايه وجعت الشوكة دي صعبة 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 صعبة. جربتها وابني بدك قعد يومين يصوت من الشوكة دي، ياكل في عيش وياكل في فين وياكل لما بطنه اتبهدلت من كتر الفين والعيش. في الاخر احنا الدكتور بدك وشالها له. وادي ايه احط بقى بقية الزيتة والطاسة دي بقى ايه شقيانة معايا، وانا الصراحة ايه مستحية ان انا ارميها. العيال كحتوها بالسلكة بهدلوها لي، كحتوها بالسلكة بتاعة المواعين وعملوا فيها اكل وبيض وكده بهدلوها لي. قلت بقى ايه مش مشكلة، بدك ايه خليها بدك ايه شقيانة معايا وبقالها ياما معايا فترة، والله زعلانة ان انا ارميها او احط كده مثلا انه ما استعملهاش. يعني بتسد معايا في ايه في الازمات. وكده خلصنا كده. معرفش الاضاءة عندي ايه مش حلوة خالص وبهتانة شوية بسبب اللمض عندي كانت ضعيفة واستعملتها كتير، وكانت ايه اللمض عندي كانت رايحة في داهية. بس يعني الحمد لله ايه الدنيا شغالة معايا والحمد لله. ودي كده خلصنا رنجة، ودي بطاطس، ودي السردين. وكده خلصنا الفيديو. متنسوش باللايك والشير والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل اشعار جديد يوصلك. واشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وادي السردين ودي الرنجة اللي عملناها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ودي كان غدانا النهاردة، كان سهل وبسيط مش مكلف خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.